تفضل يا شكرا عبد الله. ابراهيم هزازي، يعني ما شاء الله عليك، فايز في الدور الاول في الديربي وفايز في الدور الثاني برضه في الديربي. الحمد لله، مبروك لجمهور النادي الاتحاد وهارد جمهور النادي الاهلي. قدمنا مباراه كبيره اليوم بكل امانه. كانت مباراه صراحه كانت تشرف الكره السعوديه، والحمد لله اليوم ابراهيم بزازي ظهر واسكت كل مين كان يتكلم في ابراهيم. اللي طاح في حق ابراهيم ما هضم حق ابراهيم مزاج، ابراهيم حق مشاكل، ابراهيم كل ما الحمد لله الحمد لله قاعد يدي. ما بقول كلام انه عارف يفهموني غلط ولا شيء، اللي على راسه بطل يحسس عليها، نقاد اعلاميين صحافه. بالعكس اتمنى ينصفوني يدوني حقي، ما بجبر انه يديني حقي ولا بقول له اديني حقي. هو ده يفهم كوره وعاقل. هذا اللي بسألك، هو اللاعب هو اللي يفرض على الناس انه يعطوه حقه، ولا هو الاعلامي هو اللي يعني اللاعب هو اللي يفرض، الا اذا هم في اشياء شخصيه بينه وبينهم، هذا شيء ثاني. واللي عنده شيء ثاني يواجهني، ما هي مشكله، ما عندي اي مشكله. رغم انه الهدف اتى برأسية نايف، الا الاحتفاليه كانت مع ابراهيم هزازي من الجمهور ومن اللاعبين. والله اول شيء بكل امانه انا اهني جمهور الاتحاد، عنده لعيبه زي لعيبه الاتحاد اللي صراحه بكل امانه اقول لك من يوم ما جيت نادي الاتحاد هم حفاوه واحترام وتقدير، وهم اللي خلوا ابراهيم يرجع لمستواه. ابراهيم دائما انه في مستواه. العام كنت توقف يمكن 10 مباريات، لعبت نهائي والحمد لله كسبت. ابراهيم قاعد يدي. البركه في محمد نور، سعود كريري، نايف هزازي، سام المولد، مبروك زايد، رضا تكر، حسني عبد ربه. يعني ان شاء الله ما كل اللاعبين هم اللي ساندوني ووقفوا معاي، وان شاء الله انا اقول لهم حبيض وجهكم القادم احلى باذن الله. في توجيهات اليوم كانت مختلفه عن المباريات السابقه في ادوارك يا ابراهيم؟ اليوم بكل امانه المدرب يعني كان مخليني حر، يعني فاهمني، فصح اني ادافع بس كان مخليني حر، فاستفدت من هذه النقطه ولعبت الاوفر لنايف اللي كنت اتمنى نلعب له اياه من زمان. الحمد لله تحقق الحلم، وان شاء الله الحلم حيتكرر مره واثنين الين نعتزل ان شاء الله. يمكن الوالده اليوم ما في احد فرحتها اليوم. الله يخليها لنا ويخلينا الوالد واخواني وخيلاني وكل اللي قريبين من ابراهيم الزاد. اخيرا لعبت بقلبين اليوم ابراهيم. انا لاعب محترف اليوم بكل امانه، انا لاعب محترف، ما في تعليق اخر ابدا.